السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. عملنا وبدأنا صواني العيد، وعملنا الكفتة المشوية، وعملنا صواني العزايم تنفع في العزايم. وتعال نشوف كمان طريقة الفتة النهاردة هنعملها أول يوم العيد، يعني فتة. هنجهز الفتة بطريقة سهلة وبسيطة مع بعض وهنبسطها. وان كنتيش لسه اشتركتي في القناة، يلا انزلي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقبل ما ابدأ الفيديو اوعي تنسي تحطي اللايك. يلا حبايبي ندخل الفيديو ونشوف هعمل طبق الفتة الجميل ده ازاي. جبت صينية على النار وحطيت فيها معلقتين سمنة بلدي، وجبنا قطع اللحمة بعد ما غسلناها وشطفناها وصفيناها كويس وحطيتها. هنشوحها كده على النار، هنديها بس لون ذهبي ورشة فلفل اسود. وعلى طول حطينا المية كانت بتغلي على النار، وحطيت فيها لورا وحبهان، وحطينا اللحمة فيها وطماطم وجزر وكرفس وحبهان. طبعا النكهات الحلوة بتاعت اللحمة، وغطيناها وسبناها تستوي. وفي الفترة دي هنعمل الصلصة بتاعت الفتة. حطيت معلقة سمنة كبيرة، وهجيب معلقة توم مهروس وهنشوحه كده تتدبل بس تتبيل. وهكون مجهزة عصير الطماطم ومبشور طماطم، وكمان هنطشها بالخل. اول ما خدت كده هتبتدي لسه تاخد لون بسيط، على طول هكون مجهزة الخل وهنحط عليها الخل نطشها بيها، وهحط عليها مبشور الطماطم، وبعد كده هكمل عصير الطماطم. هنسيبها كده وهزودها بعصير الطماطم، وهنسيبها تتسبك وتاخد وتدي مع بعض. وهنكمل كمان ان هنحط الملح وفلفل اسود فيها، ونسيبها تستوي مع بعض. ونشوف بقى خطوات الفتة هنعمل ايه. وادي كده الصلصة اتسبكت، وهنعمل الرز. حطيت معلقة سمنة على زيت وهنشوح فيها الرز. معلقة السمنة على الزيت سبناها تسخن، وهجيب فص توم، اصغر فص توم عندي حطيته، هيدي نكهة حلوة جدا للرز. لو انت عايزة تستغني عنه، بس هو بيدي نكهة حلوة كمان بالذات مع رز الفتة. وحطيت لورا وحبهان، وحطينا الرز وهنقلب وندي فيه لغاية ما هو حوالي دقيقتين كده. اول ما الرز تسخن كده واحط معلقة كمان الملح وفلفل اسود. وهنكون مجهزين المرق اللي احنا سلقنا فيه اللحمة هنحط فيه. لو انت عايزة تعمليه بمية برضو حطيه، ومكعب مرق هيديه طعم حلو. وهنسيبه لغاية ما يستوي. حطيت معلقة سمنة كمان في صينية، وحطيت معاها المعلقة التوم المهروس. هنعمل الصلصة البيضة بتاعت الدقة بتاعت الفتة اللي هي صلصة الخل. هنشوح التوم، وبعد كده هنطشها هنحط رشة ملح بسيطة ورشة فلفل بسيطة، وهنطشها بالخل. الصلصة دي هناخد منها نحط على الشوربة، هنحط ممكن معاها معلقة كمان صلصة تبقى جانبية. ولو عايزة تحطيها كده بالطريقة دي حطيها. اول ما تغلي شوية خلاص هنطفي عليها، وتاخدي منها وتحطي على الشوربة، وتحطي كمان على الصلصة الحمراء بتاعت الفتة. هنشوح اللحمة فيها كانت استوت وخلاص هنحمر اللحمة. حطيت برضو فص توم مع اللحمة عشان تديها طعم حلو. ما فتة يعني توم، ما تقوليش التوم كتير. وقطعت اللحمة مكعبات بتدي نكهة احلى. عملتها كذا مرة بالطريقة دي، بتبقى احسن من قطع اللحمة تكون كبيرة، لان تتاكل مع بعض ومع العيش. وحطيت رشة ملح طبعا الحيل اللي انت عايزاه، والتوابل اللي انت عايزاها على اللحمة. واول ما اتحمرت رفعناها من الصينية. وكمان هنشوح العيش اللي احنا حمصناه في الفرن
انا محمصة العيش في الفرن بس بديله النكهة مكان اللحمة بالطريقة دي. هو متحمص وجميل، وهحطه مكان اللحمة بدل ما احنا نقليه في السمنة والزيت وياخد كمية سمنة كتيرة ودهون كتير. هنشوحها كده بتدي الطعم حلو، وبرضو الرش رشة عليه من رشة الملح والفلفل. هنقدم بقى كده، جهزنا كل حاجة هنقدمها. هنحط العيش وبعد كده هنحط عليها المرق، هنزقزقها كده بالمرق بس ما تكونش كمية كتير عشان العيش يفضل محمص وتبقى فيه القرشة الحلوة اللي احنا بنحبها في الفتة. وحطيت عليها الصلصة وهنحط عليها الرز، كمان هنحط مكعبات اللحمة عليها من فوق. حطيت بالطريقة دي، وهحط كمان العيش على حروف الطبق، وهنحط الصلصة الحمراء والصلصة صلصة الخل عليها، وبرضو هنزقيها بشوية من المرق اللي احنا حطيناه، اللي حاطين عليه شوية من الصلصة اللي هي صلصة الخل. وهنحط اللحمة كده من فوق، وهنكمل ونحط كمان الصلصة الحمراء بالطريقة اللي انت تعجبك. عايزة تعمليها من تحت لفوق، ان انت تحطي اللحمة من تحت وتحطي من فوق، طبعا الشكل اللي هو يعجبك، بس انا قدمتها بالطريقة دي. ويا رب تكون الفكرة النهاردة عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة وتنفذيها ونفذتيها. اوعي تنسيني في اللايك والشير واشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم وتدعموني. كل سنة وانتم طيبين.